بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا فيكم في جديد بقناتي. حياكم الله جميعا. أتمنى أنكم تكونوا بأفضل صحة وأحسن حال وأنتم تشوفوا هذا الفيديو يا رب. اللهم صل على محمد سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين. بإذن الله اليوم راح أشارككم وصفات جدا لذيذة وسهلة. في البداية راح أشارك معاكم وصفة جدا لذيذة ومميزة للشيش طاووق بتتبيلة جدًا رائعة وسهلة، ويالّا بسم الله نبدأ الفيديو. الوصفة الأولى وصفة الشيش طاووق. للتتبيلة أحتاج علبة زبادي بوزن 170 جرام، والبهارات تقريبًا ملعقة صغيرة لكل البهارات. حطيت بصل بودرة، كمون مطحون وكزبرة مطحونة، فلفل أحمر مطحون وزنجبيل بودرة وملح. وفلفل عفوًا فلفل أحمر مجروش، وفلفل أسود مع بقدونس مجفف، وملعقة كبيرة معجون طماط إلى ملعقة ونص. وبعدها حطيت تقريبًا ربع كوب زيت زيتون. ويا بنات حصرًا وضروري تستخدمون زيت زيتون، أبدًا لا تحطون الزيت العادي لإنه ألذ ويطري التتبيلة للدجاج بشكل رهيب. بعدها حطيت عصير ليمونة كاملة، وهذه يا بنات أداة عصر الليمون جدًا جدًا رهيبة، تلاقونها في محلات أبو خمسة أو أي كماليات للمطبخ. تقريبًا أخذتها ب7 ريال أو 5 ريال والله ناسية سعرها، بس مرة رهيبة مثل ما شفتوا تعصر الليمون من قلب. بعدها حطيت ملعقتين كبيرة خل أبيض، وخلطت التتبيلة مرة كويس لحد ما صار عندي الخليط ناعم وكل المكونات متجانسة مع بعض. بعدها أضفت ملعقتين كبيرة عسل أصلي، ويا بنات لا تتركون العسل أو تتهاونون في إضافته للتتبيلات. إضافة العسل تعطي طراوة ولذاذة للدجاج بشكل رهيب وخيالي. ضروري تجربونه وتعطوني رأيكم. أنا شخصيًا من لمّا جربت العسل مع تتبيلة الشيش طاووق وأنا مستحيل أتركه. بعدها قطعت صدور دجاج فيليه مخلية من العظم لمكعبات متوسطة وخلطتها مع التتبيلة اللي جهزتها. بعدها نزّلت عليها الخضار، حطيت بصل، حطيت طماطم شِلت منها اللُّب وبصل. أقل شي تتركون الدجاج في تتبيلة الشيش طاووق من 3 ساعات لليلة كاملة، يعني 12 ساعة، لإن كل ما صار الدجاج متشبع بالتتبيلة صار ألذ وأطرى. فحاولوا قد ما تقدرون تجهزون التتبيلة من الليل أو الصباح وتسوونها على العصرية أو نهاية الظهر براحتكم، لكن مو أقل من 3 ساعات تجهزونها. والله يا بنات هذه التتبيلة بدون مبالغة من ألذ وأروع التتبيلات اللي جربتها طول حياتي، ومن بعد ما جربتها وأنا أبدًا ما أغيّرها. وترى العسل إضافته تعطي طراوة رهيبة التتبيلة، فأبدًا لا تستغنون عن العسل. جنب الشيش طاووق عندي قطّعت بطاطس، أكيد لولادي لإن مستحيل ياكلوا الشيش طاووق بدون بطاطس مقلي. حطيت مع البطاطس المقلي ربع كوب خل أبيض، تركته في الثلاجة 3 ساعات ونص بالضبط. بعدها في صينية الخبز حطيت ورق قصدير غلفتها بورق قصدير. بعدها حطيت عليه ورق زبدة وأعواد الشوي أعواد الشيش الطاووق. حطيتها في موية تقريبًا ساعة كاملة عشان ما تنحرق في الفرن. بعدها بدأت أشكِّل عندي الشيش طاووق. وطريقة طبخ الشيش طاووق يا بنات ممكن تسوونها في القلاية الهوائية أو على الفرن، وإذا عندكم صينية شوي اللي تكون فيها خطوط بارزة على النار ممكن تجهزونها، لكن أنا عن نفسي أحطها في صينية وأدخلها الفرن في البداية من أسفل على درجة حرارة 200،
ولمّا أشوفها اتحمّرت من أسفل أبدأ أقلّبها الجزء الثاني عشان تستوي، وأخيرًا لمّا أقفّل عليها وأتأكد إنها مستوية أعطيها تحميرة خفيفة من فوق. ويا بنات في سر مرّة مهم لازم تعرفونه، لا تتركوا التتبيلة في الفرن أو في القلاية الهوائية تجف تمامًا، لإن كل ما جف الصوص أو التتبيلة من الدجاج كل ما أعطانا نتيجة مو كويسة، والدجاج يكون قاسي وطعم مو حلو. فحاولوا قد ما تقدرون أول ما يستوي الدجاج حتى لو باقي شوي من الصوص عادي، قفّلوا النار من أسفل وأعطوها تحمير خفيف من فوق وطلّعوه عشان يظل معانا الدجاج طري ويكون طري ومو ناشف. ومرّة يا بنات هذه الخطوة تفرق في استواء الدجاج وفي طعمه، مرّة يا بنات يعطيكم طعم رهيب والدجاجة ترفى وطرية. جربوا هذه الخطوة والتتبيل اللي أعطيتكم وأعطوني رأيكم، متأكدة راح تعجبكم هذه الطريقة وتعتمدونها على طول. وهذا الشكل النهائي وما شاء الله شوفوا كيف الدجاج أبيض وطري والطعم يا بنات خيال خيال. وجهزت وصفتي اللذيذة وقدمت معاها البطاطس المقلي وخبز عربي، والصوص جهزته وحطيت فصين ثوم مهروسة مع ملعقتين كبيرة مايونيز وملعقة كبيرة جبنة سائل وملعقة صغيرة بقدونس مجفف، خلطتهم مع بعض وقدمتها. وبالعافية عليكم ألذ وأسهل وصفة للغداء. المكونات كاملة راح تلاقونها يا بنات في صندوق الوصف. بعد وصفة الغدا اللذيذة باشارككم حلا مرة سهل ولذيذ. للأمانة الحلا جهزته على بال ما التتبيلة ترتاح في الثلاجة، بس عشان الفيديو يكون مرتب شاركتكم في البداية وصفة الغدا كاملة، بعدها حطيت وصفة الحلا. والوصفة هذه جهزتها عشان آخذها على العصرية لبيت أهلي. وبسم الله أبدأ بتجهيز تارت البسكوت، وهو من الحلويات القديمة السهلة يا بنات. حطيت في البداية 3 بيضات بحرارة المطبخ ونص كوب سكر وملعقة كبيرة فانيلا سائلة، ممكن تستخدمون الفانيلا البودرة براحتكم. بعدها أخلطها بالخلاط اليدوي أو بالخلاط الكهربائي، المهم أخلط لحد ما يصير عندي خليط ناعم وفاتح. ناعم يعني السكر يذوب تمامًا. بعدها أضيف تقريبًا بعدها أضفت ملعقة كبيرة من الخل الأبيض، وإضافة الخل يا بنات مرة ممتازة للحلا أو بشكل عام للكيكات، لإنه يشيل زنخة البيض ويعطيني لون أفتح وهشاشة في الحلويات. بعدها أضفت نص كوب زيت نباتي ورجعت خلطت مرة كويس لحد ما حسيت إن الزيت امتزج مع بقية المكونات كويس. بعدها نزلت عليها كوب كامل من الحليب السائل، والحليب يكون بحرارة المطبخ. الحليب كوب يعني 250 ملي تقريبًا. بعدها خفقته كويس لحد ما شفت رغوة أو فقاعات على الخليط، ثم أضفت للخليط كوب بسكوت شاي مطحون وكوب حليب بودرة محموص، وأخلطهم مرة كويس لحد ما يتجانسون. أخيرًا أضفت ملعقة كبيرة بيكنج باودر وخلطتهم لحد ما صار الخليط متجانس. قوام الخليط يا بنات عندي يكون أخف من خليط الكيك بشوي، لإنه بدون طحين فطبيعي راح يكون شوي أخف. بعدها جهزت صينية التارت دهنتها مرة كويس بالزيت، وممكن تحطون ورق زبدة براحتكم، بس أنا اكتفيت بدهن الصينية بزيت ونزلت الخليط فيه، وأدخلها للفرن على حرارة 180. ما تاخذ وقت أبدًا، من 20 ل25 دقيقة تكون مستوية عندي الكيكة أو تارت البسكوت. بعد ما تستوي الكيكة تمامًا أتركها على جنب، وقبل ما أقلب الصينية أتأكد إن ما في أي كيك أو أي طرف لازق في صينية التارت. بعدها أقلبها وأتركها تستوي عفوًا أتركها تبرد على جنب،
وأجهّز الصوص. للصوص حطيت 4 مكعبات جبن كريمية أو مثلثات مع نص علبة حليب محلى مكثّف وظرف دريم خلطتهم مرة كويس في الخلاط، ولمّا تكون الكيكة باردة تمامًا أضيفها. بعدها حطيت خطوط بصوص الكراميل وزيّنتها، حطيت توت وفراولة، تركتها تبرد تمامًا في الثلاجة وغلّفتها. أنا كنت بآخذها معايا لبيت أهلي، تركتها تقريبًا ساعتين ونص في الثلاجة، وعلى العصرية شِلتها ورحت لبيت أهلي، وهنا ما شاء الله بيت أهلي يا بعد كل بيت. الله يجعل هذا البيت عامر بحِس أمي وأبويا يا رب العالمين وأخواني ويصلحنا جميعًا. وما شاء الله أجواءنا العصرية في جازان هذه الأيام ما تتفوّت. وهنا طلّعنا التلفزيون كنا نشوف كأس العالم، أي دولة راح ينتخبون، والحمد لله في الأخير فازت سعوديتنا. والله العظيم إني أفتخر أفتخر إني أنتمي وابنة هذا البلد الحبيب. الله يجعل وطننا دايما في أمن وأمان وازدهار ومن تقدم لتقدم يا رب العالمين. وهنا شاركتكم بعض من احتفاليات سعوديتنا الحبيبة بعد فوزها في استضافة كأس العالم، إن شاء الله بعد 10 سنوات إذا ربي أحيانا يا رب. التصوير للأمانة صوره أخوي حبيب قلبي هالشوب، واستأذنته إني أحطه في قناتي وأشارككم. ولحد هنا يا حبيبات قلبي وصلت معاكم لنهاية فيديو اليوم، وأتمنى إنكم تعذروني على صوتي واضح أكيد لكم من مخارج الحروف إني مزكمة والحروف ضايعة، فالعذر والسموحة منكم يا حبيبات قلبي. ولحد هنا وصلت معاكم لنهاية فيديو اليوم، فأمان الله أشوفكم في الفيديو الجاي.